يعني انت عضو تنسيقيه 30 يونيو، لهذا خرجتم؟ ان تكون مصر في حضن العسكر، الى ما شاء الله ان يكون الجيش حزب سياسي، ان يكون الفريق يحكم او المشير يحكم بالتفويض وليس بالانتخاب الحر المباشر اللي هو على اساسه قامت ثوره 25 يناير. في البدايه هيشرفني ان اؤدي التحيه العسكريه للمشير عبد الفتاح السيسي ولكل ضابط وعسكري في الجيش المصري، واني انعي الشهيد العسكري توماس قصدي ابن بلدي سوهاج اللي قتل في احداث العنف والارهاب وفي العمليه الارهابيه اللي تمت امام مديريه امن القاهره. اتوقع منك تحيه عسكريه مشابهه لالاف القتلى المصريين كل من 25 يناير لحد هذه اللحظه، اللي من 3 يوليو لحد هذه اللحظه حوالي 2665 وفق المنظمات الحقوقيه المصريه، الا يستحقون ذلك تحيه عسكريه؟ المجد لكل الشهداء، خصوصا شهداء الشرطه والجيش اللي بيدفعوا ثمن عمليات غثه وخد وارهاب بتستهدف كل الوطن المصري. طيب انت عندك 2665 مصري قتلوا، دول يستحقوا تحيه عسكريه من حضرتك؟ هذه الارقام مشكوك فيها. كل دم المصري حرام، كل دم المصري حرام. انت حضرتك عملت تحيه على واحد. يعني انا اريد بس ان تتيح لي المجال للرد يعني مثلما فعلت مع زميل وائل. انا هدي لك الوقت، بس انت بتقول لي دلوقتي انت قمت اديت تحيه، انا كواحد مصري انت قمت اديت تحيه عسكريه لمصري قتل، وانا بقول لك انه في الاف المصريين قتلوا، حضرتك بتقول العدد مشكوك فيه، بقول لك مئات حسب الحكومه. يستحقون منك تحيه عسكريه ولا لا يستحقون؟ زي ما عمل اللواء الفنجري كل المجد لكل شهداء الوطن، كل الدم المصري حرام. طب اديهم تحيه عسكريه. طيب الشهداء يعني في القلب، يعني في قلب كل مصري. الشهيد اللي مات ده كان احنا بنتكلم ان لا تفرقه بين شهيد وشهيد، كل الدم المصري حرام، لكن بنأكد